دكتور ماخوس، يعني الموضوع الرئيسي كنا نبحثه موضوع يعني الطائفة العلوية وموقفها مما يجري في سوريا. هل تظن كعلوي بأن أبناء طائفتك في سوريا يباركون مشاركتك في المجلس الوطني السوري المعارض؟ أنا في رأيي ليست هناك طائفة علوية متماسكة ومنسجمة. الطائفة العلوية اليوم هي خليط من مكونات مختلفة، وفي رأيي أغلبية الطائفة العلوية الكبيرة حتى هي ليست مع هذا النظام، هي ضد هذا النظام، ولكننا نعرف ما هو الذي يحكم بموقف الناس المعلن. على الأقل هناك رعب وهناك تجيش طائفي كبير جدا يقوم به النظام من أجل أن يجعل هذه الطائفة تلتف حول هذا النظام. طيب. على الأقل أن لا تأخذ موقف معارض. طيب، أنت تقول بأن الغالبية العظمى حسب ما فهمت منك ومن تصريحات سابقة من العلويين في الواقع لا يوافقون على الممارسات التي يمارسها النظام يعني تجاه المواطنين والمتظاهرين السوريين. يعني لا توجد شواهد على أنهم رافضون العلويين، أليس كذلك؟ أنا كما قلت يجب أن تؤخذ الأمور في سياقها المجتمعي. اليوم حالة القمع الرهيبة والمرعبة، وليست اليوم فقط. هذا النظام معروف بأنه نظام طاغية منذ أكثر من 40 عام، وكان يمارس هذا القمع الرهيب. اليوم أخذ شكلا دمويا طيب. لا سابق له، وسابقا كان موجود عن طريق الاعتقال والتعذيب إلى آخره، وهذا خلق حالة رعب في نفوس الناس. الظاهر اليوم لا يعكس الواقع الحقيقي. أنا قلت وأؤكد أغلبية الساحقة للطائفة ضد هذا النظام، طيب. لأنها ضد مصلحة الوطن. طيب. النظام ضد. طيب، ولكن دكتور ماخوس، أنت قلت بأنهم يعني في جو الرعب والخوف والقمع، يعني ربما يمتنعون عن التظاهر بأعداد غفيرة مع زملائهم أو يعني مواطنيهم السوريين الآخرين، ولكن ألا ينطبق أيضا الرعب والخوف على هؤلاء الناس الذين يتظاهرون في شوارع مدن وبلدات سوريا أيضا يعني؟ نعم، ينطبق على الجميع، ولكن الفرق هنا أن النظام يحاول اليوم أن يقوم بعملية تجيش، والتي مفادها أنه هو حامي الأقليات، ليس فقط العلويون وإنما الآخرون أيضا، وخاصة المسيحيين. هناك طائفتين على وجه التحديد هما المعنيتين أكثر، هما العلويون والمسيحيون. النظام يحاول أن يهم مع باقية الأقليات الإثنية والمذهبية في سوريا أنه حامل لها، وأن ذهابه يعني أن الآخرين سوف يقوموا بالاقتصاص منهم وتصفيتهم. هذا في عمق ولكن المسألة. دكتور منذر، وكأنك في الواقع يعني توافق ما يحاول النظام، ما توصف بالفزاعة اللي هي الحرب الطائفية بين يعني السنة وبقية المكونات المذهبية السورية في حال سقوط النظام، كأنك توافق معه، أليس كذلك؟ أنا لا أوافق على الإطلاق. هذه فزاعة يستعملها النظام، وأنا أقول عكسه تماما، أنه عندما يذهب هذا النظام فلن تكون هناك انتقامات لا طائفية ولا غير طائفية. نحن اليوم ما هي وأغلبية الضمانة بأن لا يحدث ذلك؟ ساحقة ما هي الضمانة بأن لا يحدث الأغلبية ذلك؟ الساحقة للمجتمع السوري اليوم تجاوزت هذه العقدة. نعم، هناك فلنقل سوابق تاريخية معروفة ويجب أن نشاهدها بموضوعية، ولكن اليوم الوعي لدى الشعب السوري تطور إلى درجة أني لا أعتقد على الإطلاق عندما يرحل هذا النظام ستكون هناك انتقامات طائفية. لا أنفي هذا، حتى أكون واضحا ودقيقا حتى النهاية، لا أنفي وجود بعض الرواسب في الطبقات غير المتعلمة طيب. والجاهلة التي لديها أحقاد وأمراض طائفية وغيرها، ولكن القوى المهيمنة والفاعلة طيب. هي غير طائفية. ولكنك لا تنفي في الواقع عمليا حسب يعني ما ورد في الإعلام وما إلى ذلك عن وجود مظاهر طائفية حتى بالذات في منطقة حمص، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أنفي وجود بعض الحالات المعزولة. نعم، هناك حالات معزولة كما قلت، وهي وخطف على الهوية مثلا. قد تكون بعض الحالات، لا أنفي، ولكنها تبقى محدودة وفي عمقها. حتى تلك التي تحدث هي تعود إلى وجود بعض الناس غير المتعلمين والجاهلين والذين يحملون رواسب قديمة، صحيح. نعم. لكن أغلبية، يجب أن أوضح هذه النقطة، أغلبية الحوادث التي تحدث اليوم في حمص وفي غير حمص النظام هو الذي يفتعلها، وهو الذي يقوم بعمليات مدبرة وممنهجة حتى يشعل الصدامات الطائفية طيب. بين مكونات المجتمع. طب هذا